مشان يضربوا الأذرع الشيعية. ترى هو غبي سياسيا، هذا إنسان غبي ولا يفقه سياسيا أي شيء. كان كتير من يطلعوا لنا من بني سمية وبيتحدثوا بهاي اللهجة. شرع مهم كتير. ليش؟ لأنه بده يحاربوا إيران، بده يحاربوا الأذرع الشيعية سواء في لبنان سواء في العراق، وظانين أنه بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل راح تتحالف مع تنظيم القاعدة الموجود في سوريا الآن، وراح يكون هو البديل. خلونا نحسبها. انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من العراق في سبتمبر 2011، يعني نهاية 2011. طيب متى خرج تنظيم 11 وأخذ مدينة الموصل؟ كان في بداية 2014. مساءكم كل الأخوة والأخوات اللي دخلوا معنا اللايف. رح نبلش باللغة العربية ورح نتحدث اليوم نوعا ما قليلا عن العراق، شو اللي بيصير بالعراق، وأيضا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق. وعم نشوف نحن بالفترة اللي فاتت يعني دخول معظم القوات الأمريكية تقريبا إلى شرق الفرات، وقسم منها ذهب إلى إقليم كردستان العراق. طبعا في زيارة مرتقبة لكبار المسؤولين الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية لكردستان العراق. طبعا هاي حاليا ما راح أتحدث عنها لأنه فيها تبعات سياسية كبيرة جدا، يعني حرفيا ما راح أتحدث عنها. لكن من ضمن إطار الحديث اللي راح أتحدث فيه عن العراق وانسحاب القوات الأمريكية راح نتطرق لهذا الموضوع نوعا ما. طبعا احنا شفنا أنه السيد البرزاني رئيس الحكومة كان قبل أشهر في الولايات المتحدة الأمريكية وتم توقيع اتفاقيات واتفاقيات نفطية هامة للغاية أيضا كانت، وأرجعت تلك الاتفاقيات إلى هاي المرحلة اللي موجودة. طبعا بنشوف تسريبات من المسربين اللي بيتحدثوا أنه بده يجي الوفد وبده يعمل افتتاح القنصلية. هذا شيء أكيد أكبر قنصلية في الشرق الأوسط والعالم، وليس فقط في الشرق الأوسط، هي أكبر قنصلية للولايات المتحدة الأمريكية ستفتح في أربيل. طبعا هاي أنا تحدثت عنها خلال الفترة اللي فاتت كتير، إنه شو يعني أكبر قنصلية موجودة في أربيل. طبعا أنا راح أعطيكم معلومة جديدة مشان تحفظوها أيضا. هذه القنصلية ليست قنصلية، هذه ليست قنصلية، هاي راح تتحول بعد فترة إلى مركز لقيادة الشرق الأوسط الجديد. يعني النقطة الثانية في قيادة الشرق الأوسط الجديد ستكون في أربيل بدل تركيا. كان من المرجح في 2014 قبل عام 2014 بأن تكون النقطة الثانية لقيادة الشرق الأوسط بعد تل أبيب هي أن تكون في اسطنبول، لكن تم تغيير هاي الخطة في عام 2014 وبدأوا ببناء القنصلية وقتها أثناء تغيير الخطة. وهي معلومة بعطيكم إياه لأنه راح نشوفها في الفترة القادمة. نعم، قيادة الشرق الأوسط الجديد راح تكون النقطة العسكرية فيها من أربيل راح تكون. هلا بدي أرجعكم قبل ما أبدأ بالحديث إلى الوراء نوعا ما. حصل قبل الآن انسحاب القوات الأمريكية من العراق في عام 2008، اللي بيتذكر بالحملة الانتخابية تبعيت أوباما. خرج أوباما وعاد الشعب الأمريكي، وكانت العمود الفقري بالنسبة للحملة الانتخابية لأوباما بوقتها الانسحاب من العراق. ونجح أوباما في الانتخابات وكان عليه أنه ينفذ وعوده بالانسحاب من العراق، فانسحب في سبتمبر 2011 بعد ترتيب الأوضاع تحت تاج عامين. فخرج وقتها الجيش الأمريكي من العراق في عام 2011 في سبتمبر تماما.
طب هذا شو سوى؟ الانسحاب الأمريكي اللي حصل طبعا انسحب قسم منه لكردستان العراق، وهنا أنه اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أساسا كردستان العراق ليس جزءا من العراق. طرح في الكونغرس الأمريكي قانون غير ملزم في عام 2007 بتقسيم العراق إلى 3 أجزاء. شو يعني يطرح في الكونغرس الأمريكي قانون تقسيم العراق إلى 3 دول ويكون القانون غير ملزم؟ هلا هنا بدنا نفهم سياسات في الولايات المتحدة الأمريكية لحتى نعرف شو معنى قانون ملزم وقانون غير ملزم، وليش يصدر قانون غير ملزم من الكونغرس الأمريكي. القانون الذي يصدر من الكونغرس الأمريكي بكل الأحوال هو ملزم، لكن المدة الزمنية غير ملزمة. هذا هو الفرق هنا. عندما أصدر الكونغرس الأمريكي قانون بتقسيم العراق إلى 3 دول، كان القانون غير ملزم في المدة الزمنية، وهذا اللي اعتمد عليه أقليم كردستان العراق في استفتاء اللي حصل على الاستقلال. وشفتوا إيش اللي صار بعدها، لأنه كان يظن أقليم كردستان أيضا حسب القانون الصدر في الكونغرس الأمريكي بأنه راح يكون الطريق ممهد وراح يكون أمر واقع بالنسبة للدول العظمى والولايات المتحدة الأمريكية وراح تقبل باستقلال أقليم كردستان. لكن كانت طبخة الشرق الأوسط الجديد غير مكتملة، وكان الوقت غير مناسب لإجراء ذلك الاستفتاء. طبعا أنا وضحت في محاضرات عديدة جدا أنه الاستفتاء ليس غلط، لا بالعكس، هي وثيقة يمكن تفعيلها في أي وقت. وتحدثت خلال السنوات اللي فاتت كثير عن هذا الموضوع، بأن هذه الوثيقة هي نجاح باهر حتى ولم لم تطبق، لأنه الاستفتاء لا يلغى إلا باستفتاء آخر، ووضحت هاي من ناحية القانون الدولي. في أي وقت يمكن استخدام ورقة الاستفتاء عندما تكون الظروف مناسبة، لكن بذلك الوقت كلف كثير. كلفنا أنه نخسر كركوك، نخسر المناطق 140 اللي أخذناها وقتها من داعش، وهي حقيقة، لأنه مثل ما قلت لكم أينما حل القيقان السود ترسم الخرائط. لكن كان من المفروض على إقليم كردستان وقتها أنه ينتظر ويخلي مسيطر على المناطق هاي كلها، وما بيعطي ذريعة للدول أنه تسمح لقاسم سليماني بأنه يتقدم ويطلع المناطق هاي من إيد الكرد. هذا كان إعاز بريطاني، وهذا كلياتنا نعرف هذا الموضوع. بدنا نرجع لموضوع الانسحاب الأمريكي من العراق. وأنا قلت لكم انسحبت أمريكا في سبتمبر عام 2011 في عهد أوباما من العراق. شو اللي حصل بعد انسحاب أوباما؟ طبعا كان رئيس الوزراء آنذاك كان المالكي هو اللي كان يحكم العراق. اللي حصل بأنه القيقان السود طلعوا وتمكنوا. تنظيم القاعدة تمكن بشكل كبير جدا. احتاج الوقت من عام 2011 إلى 2014، وشفنا كيف انقلب الآية 180 درجة، وبإعاز من المالكي تم الاستيلاء على مدينة موصل، وتم استيلاء هذا التنظيم على أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية اللي كانت موجودة في الموصل وقتها. صدرت فتوى من المرجعية العليا علي السيستاني بإنشاء الحشد الشعبي، وتم إنشاء الحشد الشعبي وقتها، ورجع التحالف الدولي مرة أخرى بذريعة محاربة داعش والدخول إلى العراق، وامتدت الأذرع الشيعية كلياتها اللي كانت تحت مسمى الحشد الشعبي بالفتوى الصادرة من السيستاني وقتها، وسيطرت على المناطق كلها. طيب بدي أرجع أقول لكم ما أشبه البارحة باليوم. هل رجعت الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت؟ شو بده يصير هون؟ شو بده يصير يعني حسب تصوركم؟ طيب كلياتنا كنا نعتقد، وهذا أمر طبيعي، بأنه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل رح تضرب الحشد الشعبي مو تنسحب، صح ولا لا؟
هذا الأمر اللي كل السياسيين الموجودين على مستوى العالم كانوا يفكروا بالطريقة هاي. أنا جيت وقلت لكم قبل فترة شهور نوعا ما أنه الأمر ليس هكذا. الأمر يجب أن تتلون المنطقة بالرايات السود والرايات الحمر. الرايات الحمر هي رايات يا حسين، والرايات السود بنعرفها نحن رايات التنظيمات الراديكالية اللي محسوبة على تنظيم القاعدة. إذا هنا شو بده يصير؟ بده يصير الآن تمدد وتقوية الأذرع الشيعية مرة تانية. لا، قبل راح تاخذ الأذرع الشيعية نفس وتحس هي أنه انتصرت في العراق، وتحس أنه إيش انتصرت في العراق وأخرجت الولايات المتحدة الأمريكية، ويعطوا انطباع لإيران بأنه انتصروا وخرجوا من هناك. وإيران بدها ترجع تدعم الحشد الشعبي بقوة أكثر لحتى تسيطر على مناطق السنة اللي موجودة. وهنا شو بده يصير؟ بده يطلع المضاد، بده يطلع المضاد عفوا. مين هو المضاد؟ تنظيم القاعدة مرة أخرى، تنظيم القاعدة اللي بده يحارب الأذرع الشيعية. هنا شو عملوا؟ امتصوا كتير من تنظيم القاعدة اللي موجود داخل سوريا، وبده يحارب الروافض اللي بيسموهم الروافض في العراق. وبده يمتصوا كل المقاتلين الأجانب اللي موجودين في سوريا، قسم منهم وبيروحوا للعراق. وأنا تحدثت عن هذا الموضوع مطولا، لكن هلا بينت الخطة. شلون؟ هلا نقدر نستطيع بينت الخطة بشكل واضح. طيب شو الهدف من العملية هي كلياتها؟ شو الهدف من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا ذكرت هذا الموضوع كمان أكثر من مرة، بس أنا بعتقد أنكم ناسين الموضوع هذا كله. انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي هو طلب من الدولة الزرقاء. طيب ليش؟ سؤال الذي يطرح نفسه، ليش؟ نحن كلياتنا نعرف قبل عامين تم توقيع اتفاقية التنمية مع العراق بين تركيا والعراق، وكانت إيران موافقة على هذا الموضوع ولحتى يبنوا خطوط طاقة وسكك حديد وكلها من الخليج إلى تركيا، وهذا يكون طريق تنمية. هنا هذا الطريق لا تقبل فيه الدولة الزرقاء بأي شكل من الأشكال. إذن شو الحل بهذا الموضوع هنا؟ طبعا تركيا دخلت جيش كتير باتفاقيات مع الحكومة العراقية إلى العراق نفسه، عنده 51 قاعدة، وكانت مهيئة تركيا في حال ضرب إيران وانسحاب إيران من العراق أن تركيا هي اللي تسيطر على العراق. وهي كانت الخطة. وعلى فكرة هاي الخطة كان متفق ما بين الدول الغربية وتركيا بس قبل عام 2014، قبل عام 2014. لكن الأتراك ما سحبوا من العراق، لا، بيستنوا إلى الآن ممكن يرجعوا للاتفاقيات القديمة. لكن الدولة الزرقاء بسبب تضارب المصالح اللي موجود ما بينها وما بين تركيا ما قبلت أبدا. فعبارة انسحاب القوات الأمريكية هي قطع طريق التنمية التركي. يعني بده هون بده يصير مشاكل وبده يصير حروب. شو بدك أنت تعمل مشاريع اقتصادية وإذا كان حروب داخلية وحروب طائفية دائما موجودة ضمن المنطقة هاي كلياتها. فهي لعبة خبيثة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من العراق. وراح نشوف قريبا العراق راح تاكلها الحرب الطائفية مرة تانية، راح تاكلها الحرب الطائفية مرة تانية بعد فترة. وعلى فكرة الأمريكان اللي بيظن أنه راح يتحالفوا مع تنظيم القاعدة مشان يضربوا الأذرع الشيعية، ترى هو غبي سياسيا. هذا إنسان غبي ولا يفقه سياسيا أي شيء. وكان كتير من يطلعوا لنا من بني سمية وبيتحدثوا بهاي اللهجة. شرع مهم كتير. ليش؟ لأنه بده يحاربوا إيران، بده يحاربوا الأذرع الشيعية سواء في لبنان وسواء في العراق، وظانين أنه بالولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل راح تتحالف مع تنظيم القاعدة الموجود في سوريا الآن، وراح يكون هو البديل. وانقلبت الحلف. هم كانوا يظنوا بأنه الحشد الشعبي كان متحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية لما كانوا يضربوا
11. وهذا غباء سياسي كبير جدا. أنا بدي أبشركم بأنه التحالف الدولي راح يعود مرة تانية. هو أساسا ما انسحب، يعني حط قواته في سوريا وحط قواته في كردستان، راح يضرب الاثنين وقتها، راح يضرب ال11 ويضرب الحشد الشعبي اثنيناتهم في المستقبل، وراح يخليهم سنوات طويلة يتقاتلوا. على فكرة الموضوع بده ياخذ 3-4 سنوات، ما هو موضوع بالسهولة هاي. مين بيعرف ليش؟ طبعا أنا شرحت هذا الموضوع كتير كمان. مين بيعرف ليش بده ياخذ وقت طويل؟ البافر ستيت اللي تحدثت عنه قبل 3-4 سنوات دائما ضرب الطوائف بعضها ببعض لحتى تنفصل أكثر، لحتى تنفصل أكثر وتتهيأ للتقسيم. فلسه في ضرب ما بين الطوائف بينها وبعض، بينها وبين بعض، والقوميات والطوائف كلياتها. فلذلك رح نشوف البافر ستيت يطبق في كل مكان. عم يطبق بسوريا، وشفتوا الحوادث اللي حصلت في الساحل، وبعدين بالسويداء، وهلا بالشام. هلا بالشام كمان عم بيفرغوا احياء وكذا وهي. طبعا هي حرب طائفيه، لكن الحرب لا تعني بالضروره انه يكون فيها سلاح. فهذا هو المشروع الذي يطبق على الارض. فلذلك الولايات المتحده الامريكيه بتنسحب، مو تيجي تحارب طرف وتحارب ثاني ويضل طرف قوي والاخر لا، اثنيناتهم بدهم يحاربوا بعض، وبده يصير نزوح ديموغرافي. وانا بده يصير نزوح ديموغرافي بين الطرفين، وحتى تتكون فيها الخراط، وممكن طرف يقضي على الطرف الآخر. هنا مسألة الوجود، إذا طرف استطاع أن يقضي على الطرف الآخر ظلت الأرض لهداك لون واحد. وهذا على فكرة يطبق على الكرد كمان بكل مكان، سواء كان في روجافا أو باشور كردستان، وحتى في باكور، وحتى في روجلات مستقبلا. هذا بيطبق، اللي بيقدر على الآخر ويستطيع فناء الآخر راح تضل له. مين بيستطيع أن ياخذ أرض أكثر ومدن أكثر وكذا وهاي راح تضل له، وهي حقيقة. عم نشوف بالشام شو عم بيصير. الشام شو عم بيصير هلا؟ فرغوها من العلويين، بدهم يفرغوها من العلويين، ما في مجال. بدهم يفرغونا أيضا من الدروز بعد الفترة اللي جاية، بس يتشكل إقليم الدروز، وهاي كل الدروز اللي موجودين بالشام راح يهاجروا للجنوب. اليوم الحديث بشكل واضح وصريح معبر القنيطرة ما بين إسرائيل والسويداء. طبعا مثل ما قلت لكم بده يروح جزء كبير من الريف درعا فيها كمان. اليوم بشكل واضح وصريح انتهى الموضوع، بده يشتغلوا على هذا المشروع. بدي أحكي للأغبياء تبع بني سمية، وأنا ما بحب الكلمة هاي بني سمية، هؤلاء المؤيدين لما يسمى الحكومة حاليا الموجودة في دمشق. سبب زيارة أحمد الشرع إلى حما وحمص وإدلب، على فكرة هاي رسم الخريطة لإقليم الداخل. أنا حاكي لكم جزء من حمص بده يروح مع دولة، جزء من حمص وحما أيضا، أحدد لكم إياه. حتى الريف الغربي من حمص والريف الغربي من حما، هذا بده ينضم لدولة الساحل مستقبلا. الريف الغربي من حمص والريف الغربي من حما، هذا بده ينضم لدولة الساحل. وفي قسم من محافظة حمص كمان بده يروح لأقليم الشام مع الشام، وراح يضل جزء من حمص ومدينة حما وإدلب، هذا إقليم، هذا إقليم عشان تعرفوا لوحده. فزيارة أحمد الشرع للمناطق هاي الثلاثة هي كانت عبارة عن إقناع الشعب اللي موجود بالمنطقة هاي، المناطق هاي كلياتها بالإقليم القادم في المناطق هاي. يعني هيك شقد صاروا عندنا، شقد صاروا عندنا إقليم شرق الفرات، وعندنا إقليم الداخل،
وعندنا إقليم دمشق، وعندنا إقليم الساحل، وعندنا إقليم الجنوب. طيب ليش 5؟ ليش مو 4؟ طبعا كل المحللين السياسيين، طبعا أنا هاي الخمسة قايلة من زمان طويل، كل المحللين السياسيين كانوا يطلعوا ويقولوا لا في تقسيم بس 4. لا لا سيدي الكريم 5. قسم من ريف حماة راح يصير أصفر، عشان ما تسألوني كتير. قسم من ريف حماة راح يصير أصفر. وإذا اتبعتوا الخريطة اللي نشرناها امبارح، راح تفهم. وكتير كتبوا لنا بالفيسبوك وغيرها أنا أختلف، وأنا أختلف معك، وأنا ما أختلف معك. لك روح اختلف مع حالك، اختلف مع حالك. مو وقت أنت تختلف معي ولا إيش تختلف معي؟ يعني هيك طلعت على الخريطة ما عجبك بدك تسوي شكل آخر كيفك هيك يعني، من دون دراسة، من دون علم، من دون أي شيء. فهذا المشروع قائم لا محالة. برجع على العراق مرة ثانية، لأنه العراق وسوريا متعلقين كتير مع بعض. طيب اللي بده يسألني ليش حدود دولة الساحل توصل للحدود العراقية من قسم من جنب حمص شوي، وليش دولة سويدة بدها توصل للدولة العلوية؟ ما حدا سألني هذا السؤال وركز على الخريطة. ليحاصروا بني أمية، ليحاصروا لقطع الحدود العراقية بشكل نهائي، لقطع الحدود العراقية بشكل نهائي. شرق الفرات ما راح يتقدم من الطرف الآخر إلا بضع الكيلومترات فقط. دولة ولا أقليم؟ لا دولة، لا دول. أقاليم بصلاحيات موسعة جدا، ترتقي لأن تكون كونفدراليات. حلب شو وضعها؟ راجع الخريطة عزيزي راح تفهم، راجع الخريطة راح تفهم. احنا ليش رايحين على دير حافر وقريبين 15 كيلومتر من الشيخ مقصود والأشرفية؟ ليش؟ هلا بدنا نرجع للعراق، ورجعتوني لنفس الموضوع اللي متعلق في سوريا حاليا. بدنا نرجع للعراق مرة ثانية. العراق يهيأ في خلال السنوات القادمة لكارثة كبيرة جدا، وراح تصير فيها حرب طائفية طاحنة مثل ما على غرار ما حصل في 2003. مين بيتذكر شو صار بال 2003؟ بال 2003 عندما سقط نظام صدام حسين، قامت جهة مجهولة بتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء. على أثرها حصلت حرب طائفية كبيرة جدا داخل العراق. تذكروا قضية الجثث المجهولة اللي كانوا يلاقوا كل يوم عشرات في بغداد وفي المدن العراقية كلياتها، والحملات الانتقام اللي كانت تحصل. كم من عمر اسمه عمر على الهوية تم قتله، أو أبو بكر بوقتها. كم عدد السنة اللي تشيعوا في العراق؟ كنا نعرف احنا العراق، بغداد هي مدينة سنية. بغداد ما كان فيها غير مدينة الثورة وال والكاظمية فيها شوية شيعة وكذا، وكلهم اجوا من الجنوب، كله اجى من جنوب العراق. بغداد كانت سنية كامل. الآن بغداد مدينة شيعية ما فيها غير الأعظمية تقريبا، فيها شوية سنة. طبعا بغداد تنقسم إلى قسمين: قسم الرصافة والكرخ، وهذا يقسمه مين؟ النهر. كان النهر منطقتين هاي بغداد. مدينة الثورة اللي يسمونها الآن مدينة الصدر هي فقط اللي كانت شيعية، وكان في الكاظمية شوية شيعة وقتها. الآن كل أحياء بغداد بعد 2003 أصبحت شيعية، وعدد الشيعة صار فيها كتير، والسنة يمكن عدد ضئيل جدا.
وهدول كمان راح يتعالجوا معاه الآن، راح ينتهي هدول السنة الموجودين في بغداد، لأنه بغداد راح تتحول إلى مدينة شيعية خالص. راح يكون عندنا 9 محافظات شيعية، 9 محافظات، بمقابل كم محافظة سنية لحتى تتقسم الخريطة صح؟ الرمادي قسم من الموصل وليس كل موصل، قسم من الموصل، صلاح الدين وديالى. 5. ديالى قسم منها راح يكون للشيعة، لكن ديالى أغلبيتها سنة. نينوى هي الموصل، انتوا بتقولوا أسماء هي نفس الشيء، قسم من الموصل. الساحل الأيسر من الموصل راح يكون تابع للعرب السنة، والساحل الأيمن هو تابع لكردستان. يعني مدينة موصل راح تنقسم قسمين. الأنبار هي الرمادي، مشان ما تخلطوا بين الأسماء، أنتوا بتخلطوا بين الأسماء. كل مدينة في العراق لها 3 أسماء أو اسمين مشان تعرفوا. يعني نينوى الموصل اسمين إلها، الرمادي والأنبار اسمين إلها مشان تعرفوا. كركوك وهولير اسمين. مناطق المادة 140 للكرد، لا تحرى حدا يجيب لي أسمائها هاي. سهل نينوى، خانقين، مندلي، إلى جبال حمرين. إلى جبال حمرين هاي إلى كردستان، هاي معروفة. البصرة سنة؟ لا، البصرة مو سنة، كانت فيها سنة كتير. البصرة كان فيها سنة كتير. على فكرة العراق ما كان في شيعة قبلها. مين جاب الشيعة على العراق؟ مين بيعرف؟ العراق ما كان في شيعة. العراق جاءوا بهم الشيعة جاءوا بهم البريطانيين. لا، البريطانيين جاءوا بالشيعة. الإنجليز قبل عبد الكريم قاسم، قبل هذول كلياتهم. الإنجليز هم اللي جابوهم، كان في قلة قليلة جدا، لكن الإنجليز هم اللي جابوا الشيعة إلى العراق. حقيقة هاي تاريخية، أنا هنا ما بتحدث عاطفيا أو كذا، بس هي حقائق تاريخية. ما كان في الشيعة كتير قبل. من وين جابوهم؟ جابوهم من إيران ومن الهند. لحد الآن في كلمات هندية كتير بيستخدموها العراقيين. يعني مثلا تمن كلمة هندية، عنبة كلمة هندية، وكتير من المصطلحات اللي بيستخدموها، وبيستخدموا مصطلحات إنجليزية كمان كتير. فهاي الفكرة. هو ما بدي أعطي درس بالتاريخ، ما بيهمنا هذا الموضوع، بيهمنا اللي بيحصل الآن. احنا ذاهبين في العراق مثل ما قلنا لكم إلى بافر ستيت جديد، والبافر ستيت الجديد راح يكون دموي. راح يكون دموي، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق هي خطة ذكية جدا لحتى هم تتركهم يتقاتلوا مع بعض. راح تتركهم يتقاتلوا مع بعض، وراح يجوا الراديكاليين من العالم كله أيضا راح يدخلوا، وراح يدخلوا الشيعة أيضا وبيدافعوا عن بعض، وراح تصير مقتلة ما بين الاثنين لحتى تصير هنا حدود. الحدود اللي راح تصير بالدم. هنا الأقوى راح يفرض حدود أكثر على الآخر، وبالنهاية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وتقول الاثنين كشملك، وتقسم المنطقة هاي كلها. المقتلة في بغداد، في سامراء، في كل مكان. طبعا في المحافظة الخامسة سامراء، يمكن ما ذكرت اسمها، سنية هي، لكن فيها مرقدين للإمامين العسكريين للشيعة، لكن ما فيها شيعة مدينة سامراء كتير، إلا مناطق المراقد هاي الشيعية. فلذلك راح تصير الحرب بكل المناطق هاي كلها لحتى تتحدد الخريطة بشكل واضح خلال 3 سنوات. طيب خلونا نحسبها. انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية
من العراق في سبتمبر 2011، يعني نهاية 2011. طيب متى خرج تنظيم 11 وأخذ مدينة الموصل؟ كان في بداية 2014، في بداية 2014. طيب 2014 ما بينحسب، و2011 كمان ما بينحسب. ليش؟ لأنه نهايته بدايته. عندنا 2012 2013، يعني سنتين. هل تعتقدون بحسبة عقلية بسيطة أنه الموضوع في العراق رح ياخذ سنتين لحتى تنطلق هاي كلياتها؟ طيب بدنا نرجع للموضوع اللي أنا ذكرت لكم إياه وقلت لكم في عام 2028 أو نهاية عام 2028 سيتم إعلان كردستان باشور كدولة مستقلة في نهاية عام 2028، صح؟ كم سنة من الآن؟ خلينا نقول السنة هاي كمان نحن في نهايتها، أنا 26 28 سنتين. السنتين رح تبدأ هناك، وسنتين رح يكون الإعلان هنا. فهمتوا؟ طيب هلا السؤال لكل فطاحلة السياسة: انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق وسيطرة الشيعة عليها حاليا والأذرع الشيعية الموجودة فيها، هل هي من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تبقي العراق دولة واحدة؟ الأمر واضح. حبيت بس أوصل الفكرة هاي حاليا، وراح نتحدث عن هذا الموضوع بحلقات مطولة وبخرائط، بس بعد 10/9 مثل ما قلت لكم. بعد 10/9 راح يصير بس على كل المنصات، وراح نصير نحط خرائط أيضا مباشرة على الشاشة تظهر، ونتحدث فيها عن التغييرات المستقبلية اللي راح بتصير.